يا رب، فوضت لك الأمر كله، وظني فيك يا ربي جميل، فتولني برحمتك وأجبرني. وكلتك أمري وحيرتي وشتاتي وقلة علمي، وكلتك الأبواب المغلقة التي مفاتيحها بين يديك، والأمور الصعبة التي تيسيرها هين عليك. وكلتك الطرق التي لا أعلم نهاياتها، والمسافات التي لا أعلم حجمها، فإنك خير المستودعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبألف صحة وحال. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. يا ريت تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة لو ما كنتوش لسه اشتركوا عشان يوصل لكم كل فيديو جديد وافكار هي مش جديدة، هي افكار تقليدية، بس انا حطيت لكم كذا فكرة كده لازم يكونوا عندكم في التلاجة والفريزر وكده عشان ترتاحي، عشان تبقي مرتاحة. لو جالك ضيف في اي وقت وحبيتي تعملي اكل، لو انتي مستعجلة وعايزة تعملي أكل، لو جاية من برا، لو انتي بتشتغلي، كل الكلام ده عشان برضو لو جالك ضيف يبقى عندك واجب الضيافة وهكذا. اول حاجة انا كان عندي كيس الطماطم هي متنضفة وكانت متفرزة من غير ما تتفرم، من غير ما اضربها في الخلاط. حطيتها كده على النار زي ما انتوا شفتوا معايا في اول الفيديو. حطيتها علشان خاطر تطيب، عشان خاطر افرمها وعينها متصلصة جاهزة. وكمان لازم يكون عندك ده بالنسبة للطماطم. وكمان عملت ترمس، كان عندي شوية ترمس عملتهم، علقت عليهم النار كده، حطيت الترمس والمية وحطيت شوية ملح وحطيتهم يغلوا على النار. ده كواجب ضيافة تقدميه لو طب عليكي ضيف فجأة، وعشان خاطر انا كمان جوزي بيحبه قوي فانا عملته وهو كان طالبه مني. وده نوع من انواع التسالي، حتى لو انت عندك اطفال لما تقدمي لهم حاجة زي دي احسن بكتير 100 مرة لما تجيبي لهم اي حاجة من الدكان وهكذا. وكمان هنا انا كمان لازم الحاجات اللي لازم تكون عندك نوع من انواع المخلل، ويا سلام لو نوع انت بتحبيه وعاملاه في البيت. هنا انا كنت جايبه البتنجان العرايس ده عشان خاطر اعمله مخلل. تمام، فانا نضفته كده، شلت الورده بتاعته، الزهره بتاعته اللي فوق دي، ونضفته وهغسله كويس قوي. هنا كان الترمس طاب معايا واستوى، فانا جبته هنا كده، طبعا غسلته كويس وحطيت عليه ميه نظيفه. جبته هنا في بوله ازاز وحطيت عليه شويه ملح بس. وقت ال وش وقت التقديم احط عليه الشطه والليمون وهكذا. وهغطي عليه دلوقتي زي ما انتوا هتشوفوا معايا، وهحطه في التلاجة. ضيف جالي، حبيت ان انا اقدم حاجة مثلا لجوزي والاطفالي وهكذا، لبنتي يعني، انا بتكلم عليكي انتي. وهنا بقى انا معايا البتنجان بعد ما غسلته كويس وحطيته يتصفى كويس قوي. هنا انا جبت الطاسه بتاعتي وهحطه كده يتقلي. انا حبيت المره دي ان انا اعمله مقلي، المره الجايه هبقى اعمله معاكم مسلوق. انا بحب المقلي اكتر، يعني بميل ليه شويه. تمام، زي ما انتوا شايفين كده هقليه، ويعني هلسعه كده واخليه اللي هو ايه، يعني لحد ما يبقى ايه، مش يستوي قوي، يعني نص سوا كده واطلعه. وهنا الطماطم كانت استوت. انا ما حبيتش ان انا اعمل معاكم كل فقره لوحدها، خليت اليوم طبيعي زي ما كنت انا ماشيه بيه عادي خالص. وهنا الطماطم كانت استوت شويه، فقلت اضربها بالهاند بلندر كده. طبعا لو ما عندكيش هاند بلندر بالخلاط عادي، ما عندكيش خلاط بالمصفى العاديه وبايديكي عادي جدا خالص. تمام، فانا قلت هضربها كده، وهي كانت استوت وطفت. انا هصفيها لان انا لقيتها خفيفه قوي، وهرجع احطها على النار تاني زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. وهنا البتنجان كان استوى، انا عايزاه بس يتلسع كده واللي هو يستوي، يعني دوبك الشوكه تتغرس فيه. انا دلوقتي هطلع البتنجان وهحط الدور التاني طبعا، وهبدأ ان انا افتحه واحشيه زي ما هتشوفوا معايا على في الفيديو يعني. تمام، هنا انا بدأت ان انا احط الدور التاني من البتنجان، وبرده هيستوي زي الاولاني بالظبط، وهطلعه وهبدأ ان انا احشيه بالدقة. الدقة انا عاملاها، بس انا عملتها في الاول، بس انا هنا في الفيديو حطها لكم في الاخر. تمام، علشان خاطر ما تجيش تقولي طب الدقة ومش عارفة ايه وانتي عملتيها ازاي، فهي في الاخر.
تمام. هو برطمان الدقة اهو. انا جبت هنا كام ليمونة وجبت هنا طبق وحطيت فيه معلقتين دقة. تمام. وهعصر الليمون وهقلبهم مع بعض كويس. طبعا انا حطيت دقة غير دي، وحطيت حوالي معلقة خل. تمام. وهجيب البتنجان، طبعا انا سبت البتنجان يبرد شوية. وجبت، انا بحب البراطيم الازاز جدا، مش عارفه ليه، يعني انا احب اخزن حاجتي في براطيم ازاز، بس طبعا هي ملهاش عمر خالص، فانا بحبها اكتر في المخللات. بس طبعا بقى هي ملهاش عمر وكده، فبنضطر ان احنا نلجأ للبلاستيك وهكذا. انا هنا الدقه دي انا عاملاها معاكم في الفيديو برضو، بس في اخر الفيديو، بس انا كنت عملتها بس انا حطها لكم في اخر الفيديو. تمام. فانا هنا انا بفتح البتنجانية كده من الجنب وبحط فيها دقة، وبقوم جاية حطاها في البرطمان وبقفل عليها زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبها احطها في التلاجة. تاكلي منه فورا. انا عن نفسي انا كلت منه، يعني انا كلت على العشاء منه في اليوم ده. تمام. هنا بقى معايا الطماطم، فانا جبتها وجبت المصفى وهفضي كده. انا بفضي من الحله الكبيره للحله الصغيره، يعني الحله اللي مطيبه فيها الحله تانية يعني، بس من نفس الطقم. وهبدا كده ان انا اصفيها بالاسباتولا. طبعا الاسباتولا ده هتبقى مش بتنزل لي حاجه، وكانت هتشلني يعني كانت هتشلني بجد، فانا قفلت معاكم الكاميرا يعني وعملتها بايديا. تمام. وهنا انا حطيتها تاني عشان تستوي، عشان تتقل تتسبك شويه اكتر. هنا بقى معاكم كنت جايه اعمل الدقه. طبعا انا لفيت السوق كله على فلفل رومي احمر، ما لقيتش خالص خالص خالص، بس انا جبت شطه عشان طرق. هي المفروض هي بتتعمل هريسه شطه، هي زي هريسه الشطه كده، بس طبعا انا عندي طفله وانا واحده مش بحب الحاجه المشطشطه قوي فيها. انا ما لقيتش حاجه ابردها بيها غير الفلفل الالوان الاحمر، فانا جبت فلفل الوان احمر والشطه ديت وهفرمهم مع بعض. انا بعمل الدقه دي هي زي هرسه الشطه عادي جدا، بس انا بحط لها فلفل يبردها. ما لقيتش فلفل رومي احمر فجبت فلفل الوان احمر. تمام كده. فانا بحط عليها كيس ملح وشويه التوم اللي انتوا شفتوهم في الاول دول، انا حطيتهم وحطيت عليهم كمان، يعني حطيت شويه قدهم. بحط لها يعني ايه، طبق توم او كوبايتين من التوم. تمام. وهنا البراطيم دي انا كنت لسه شارياها جديده، طبعا هي اتهرست معايا خالص. كنت لسه شارياها جديده طقم على بعضه كده 4 علب، كنت جايباه حوالي ب20 جنيه، وعلشان خاطر يبقى للدقه، يعني الطقم ده هسيبه للدقه بس. تمام. وبدات ان انا اعبي كده واحده واحده زي ما انتوا شايفين معايا كده البرطمانات. وسبحان الله الدقه جت على ال4 برطمانات بالظبط، ولا معلقه زياده ولا معلقه ناقصه. ال4 برطمانات جم بالظبط زي ما انتوا شايفين معايا كده. هغطيهم وخلاص هي كده الدقه خلصت. هي دقه انا بقول، احنا عندنا هنا بنقول عليها دقه، انا متعوده عليها من مامتي، يعني بقول عليها دقه. معايا ايه تاني؟ هنا معايا التوم. طبعا التوم الفرغ منه لازم يبقى متفرز، بس في ناس كتير جدا بتقول ان هو بيصفر معاها وبيصنن وبيعمل حاجات وحشة كده. جربيه بالطريقة دي ومش هتندمي، وانا عاملة فيديو مفسر تماما لتفريز التوم، تقدري تروحي تشوفيه. تمام. انا بعمل التوم ازاي؟ انا بحطه في الكبة وبحط عليه كام معلقة ملح، 3 معالق او 4 معالق ملح، يعني انا الشوية دول حطيت عليهم 4 معالق، وحوالي نص كوباية صغيرة خل، وبفرمه ناعم جدا، بخليه زي الزبدة بالظبط. تمام. زي ما هتشوفوا معايا انا شلت الاسلحة دي لانها مش هما شوية صغيرين، الكبة مش مليانة يعني، فسلاح واحد كفاية. هي كبتي كده زي ما انتوا شايفين اهو، بدأ يفرم نفسه مع نفسه، يقلب نفسه كده. لو الاسلحة التانية مش هيعمل كده. تمام. بفرمه ناعم جدا، بخليه زي الزبدة كده، يعني زبدة توم كده. تمام. بفرمه ناعم قوي علشان خاطر ما يصفرش، عشان خاطر ما يصننش، عشان خاطر ما يطلعلوش ريحة، ما يغيرش لون، ما يغيرش طعم، ولا كل الكلام ده خالص. جربيه ومش هتندمي. انا بقالي 3 سنين متجوزة بفرزه بالطريقة دي، عمره ما عمل معايا، بس لازم يتفرم ناعم جدا جدا جدا، لازم يبقى ناعم، مش يبقى مخرز او في حبيبات. تمام. هنا انا فضيته في البولة دي وفضيته كله.
انا هوريكم. بصوا بقى هو ناعم ازاي، زي الزبدة، زي الكريمة كده. وهنا البرطمانات دي انا جايبة طقم للثوم، هو 6 علب كده انا شارياه، كنت جايباه ب55 جنيه. العلب دي والبرطمانات دي حلوة جدا، وان انت يبقى عندك كل حاجة حاجتها لوحدها كده، دي حاجة حلوة جدا وكويسة قوي. وهو 6 برطمانات ب55 جنيه مش فلوس، و4 برطمانات ب20 جنيه، يعني البرطمان واقف ب5 جنيه برضو مش فلوس. فهي حاجة يعني ايه، هو البرطمان كبير ما شاء الله، خد معايا الكمية كلها. طبعا انا عملت الفيديو معاكم في البرطمان ده لان انا ما عادش عندي توم خالص، لحد ما اعمل ايه كل يوم او اعمل شوية كده واملى برطمان، عشان خاطر طبعا كيان ما بتخلينيش ان انا اعرف ايه يعني اقف لمدة طويلة يعني. تمام. وهنا برضو معانا البصل. طبعا البصل حاجة مفروغ منها برضو ان هي تكون عندك، حاجة حلوة اوي ان انت تقطعي البصل وتفرميه ويبقى عندك في الفريزر. فهتيجي مثلا هتطبخي، هتطلعي مثلا معلقة التوم بتاعتك، شوية البصل بتوعك، الصلصة جاهزة، وكله على بعضه في حلة واحدة، وتطلعي الخضار بتاعك ايا كان هو ايه وتعمليه. ما خدتش وقت، وبالاخص للمامز اللي لسه والدين جديد، وللستات البيوت اللي بيشتغلوا، وللستات كمان اللي عايزين ايه يريحوا نفسهم، يعني اتعبي يوم وارتاحي بقية الشهر او بقية الاسبوع، فاهميني؟ فبصراحة انا بحب التفريزات دي جدا وبتريحني جدا جدا. يعني انا لما كنت لسه والدة كنت بستغل اي وقت بنتي نايمة فيه واقعد اعمل حاجات من دي، لما او اجهز الاكلة بدري. يعني مثلا لو هي مثلا لو انا معرفتش اعمل الحاجات دي، يعني مثلا عارفة النهاردة ان انا هعمل كبدة، بجيب البصل بفرمه بحطه في الفريزر، الفلفل بقطعه بحطه في الفريزر، الكبدة بطلعها وبعملها بقطعها وبظبطها وبجهزها لميعاد الاكل، عشان طبعا لازم الكبده تبقى سخنه، وبجهز الحاجه كلها بحيث ان وقت عمايل الاكل لو بنتي كانت صاحيه بقوم جايه شايلاها وبشتغل بايد واحده، ولا اقطع حاجه ولا حاجه تحرقني مثلا زي البصل تحرق عينيا، او ان هي تتضر من ريحه الثوم والبصل او هكذا. تمام. وهنا انا معاكم طبعا الكيس ده انا كنت جايبه فيه كاندي من مول طنطا الكيان، اي حاجه معانا بنستخدمها عادي. فانا هو كده انا عبيته في علبة، عبيت في علبة وعبيته كمان في الكيس ده لحد ما ابقى اجيب علب تاني يعني او اكياس تانية. وهنا معايا برضو انا معايا العلب دي طبعا كنت عيناها للصلصة زي ما انتوا شايفين كده، انا بعب الصلصة معاكم. يعني عايزه اقول لكم التفريزات دي مريحه جدا جدا جدا، حاجه كده ولا في الخيال، هترتاحي جدا لو عملتيها. محدش يجي يقول الحاجه لما بتبقى فريش ومش عارفه ايه، لان هي الحاجه بتكون حلوه، يعني الاكل لو شو هو ما بيبقاش حلو، لا كل حاجه بتبقى حلوه. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد، واتمنى تدوسوا لي لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. مع الف سلامه، اشوفكم على